يا فانزاتي عاملين ايه؟ النهارده بقى قلت اعمل وصفه اصليه مصريه اصيله زي ما بيقولوا، ما بيختلفش عليها اتنين. تعالوا بقى نشوف هنعمل وصفه ايه النهارده. هنا بقى دي المكونات اللي انا محضراها للوصفه بتاعتي النهارده بقى هعمل ايه؟ وصفه بصراحه الوصفه دي انا بحبها جدا، يعني مع انها مجموعه نشويات بس بحبها. هنعمل النهارده كشري مصري. هنا بقى محضره ايه؟ محضره هنا للرز بقى كوبايه رز، وممكن استخدم اقل من كده كمان. وعندي هنا نص شعريه او كيس شعريه، وهنا عصر طماطم اهو زي ما انتم شايفين، هو شفشق كفايه. ومقطعه البصل كده جوانح زي كده زي ما انتم شايفين. بحط على البصل خل، وبحط عليه ملح وبسيبه عشان احمره. وهنا بقى انواع المكرونه اللي تحبوها استخدموها، انا مستخدمه الصغيره والسباكيتي. وهنا مقطعه البصل ده بقى ليه؟ عشان خاطر العدس، بستخدم نص عدس بجبه. العدس ده حطاه على النار هسلقه، حاطه فيه ملح، وهحط فيه ايه البصلايه الصغيره دي. تعالوا اوريهالكم اهو. هنا زي ما انتم شايفين مش حاطه على العدس اي حاجه غير حاطه له ميه والملح والبصلايه اللي لسه حطاها دلوقتي، وبسيبه يغلي كده لحد ما يستوي خالص، بس مش اللي هو يتهري مني، لا، بنزله نص سوا شويه عشان يكمل سوا في الرز ده. وهنا زي ما انتم شايفين حطيت البصل. طبعا الحاجات الصعبه او مش صعبه، يعني الحاجات اللي بتاخد وقت معايا هبتديها بالاول عشان اخلص منها واركنها على جنب. زي ما قلت لكم هنا حطيت العدس، وهنا هولع ايه؟ ولعت على البصل واحمره. وطبعا واللي عايز يعاركني بجد، الكشري الكذا حله او المليون حله احلى مليون مره من الحله الواحده. بجد فكره الحله الواحده دي يعني ممكن كنت تكون ناس كتير بتعملها بس ما عجبتنيش خالص. شايفين خلصت كميه البصل اللي عندي، اسيبها بقى في مكان يكون بارد اهو، يكون بارد يتهوى فيه يعني عشان ما يقرمش كده ويبقى حلو. وهنا شايفين العدس استوى معايا، بس نزلته من على النار يكون ناقص سوا سنه بسيطه، يعني يكون فيه عضه سنه بسيطه عشان يكمل سوايه، عشان ما يتهريش مني في الرز. وهنا بقى ولعت ميه عشان اسلق المكرونه، حطيت فيها ملح وسيبها تغلي. وعبال ما الميه تغلي معايا اعمل هنا شفتوا بقى. هنا حطيت الرز واسيبه يتشرب، وبعد كده هوطي عليه، وعقبال ما يستوي اكون ايه اعمل هنا الصلصه بقى قدامكم. هنا بقى زي ما انتم شايفين الميه بتغلي معايا اهو. نجيب اول المكرونه بسم الله. طبعا المكرونه دي اختياري، يعني الانواع اللي انت تحبيها حطيها، يعني عشان ننجز نفسنا بنعمل كذا حاجه في وقت واحد، فاهماني؟ يعني انا هنا وطيت على الرز، رحت على طول داخله ايه على الصلصه اهو. بسيبها هنا بقى تتسبك براحتها،
وهسيب المكرونه تستوي براحتها وارجع. ما شاء الله، الله اكبر. انا بقى احب الرز كده مش معجن ولا ناشف قوي اللي هو مفلفل قوي، لا طري معايا. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الرز خلاص معايا ماشي. هنا شايفين المكرونه سلقتها، بحط لها شويه زيت، بغسلها طبعا، بعد كده بحط لها شويه زيت واسيبها كده زي ما انتم شايفين. وهنا الصلصه اهو زي ما انتم شايفين، خلاص يعني شويه بس بسيطه وايه واقفل عليها. وهنا بقى هعمل معاكم ايه الدقه، بس انا بعملها من غير حمص ماشي. دي بقى تركايه من عندي، معرفش في حد بيعملها ولا لا، بس انا بحب اعملها. بحط مغرفه كده صلصه او مغرفتين على الدقه ماشي، واقلب واشوف بقى ملحهم كده تبقى مولعه. لازم ملح. هنا بقى حطيت ايه طبق الكشري بتاعنا اللي احنا عملناه جهزناه اهو زي ما انتم شايفين. وقلت طبعا لازم الطبق الحلو ده لازم يبقى جنبه سيناكولا. اوكي اهو زي ما انتم شايفين. ندوق معاكم برضو. عايزه ايه حاجه ما تكونش تحفه بجد. مش عشان انا اللي بعمل الاكل بقى وتقولي بقى ايه انا اللي بقول اكلي حلو ومش عارفه ايه وكده، بس انا بقى ايه هدوقهم من ورا الكاميرا وهم يقولوا رايهم برضو. ذوقي تحفه. تسلم ايدك بجد. انا عارفه ما باكلوش غير الكشري بتاعي اصلا. تسلم ايدك. مستكه واو. والله. طعمه حلو قوي. يعني تسلم هي إيدك. حاجه فكره جديده كده حبيت ان انا اقترحها عليكم، يعني الواحد يغير اكل شويه. وابقوا جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اوعوا تنسوا بقى تعملوا لي لايك وشير ومتابعه للصفحه، ودعموني كده بلايك حلو كده زيكم، وبكومنت اجمل منكم. يلا يا حلوين. لا كومنت اجمل منكم ايه، سوري انا اسفه. تعملوا لي كومنت حلو زيكم كده، اعملوا لي كومنتات كتير كتير، وتعملوا لي بقى ايه تقولوا لي لو عايزين وصفات جديده ممكن اعملها لكم. مستنوني بقى في فيديو جديد مع ميار شو.